الفيدرالي يضيق الخناق على المصارف العراقية ويلوح بالقائمة السوداء. إيقاف 51 حوالة بقيمة 300 مليون دولار خلال 10 أيام. 15 مصرفا أهليا مهدد بالقائمة السوداء والسبب مزاد العملة. إجراء الفيدرال الأمريكي الأخير يعد تطوراً خطيراً في طبيعة العلاقة بين الخزانة وكذلك الفيدرال الأمريكي مع البنك المركزي العراقي. إيقاف الحوالات سوف يبقي أسعار صرف الدولار عالية في الأسواق العراقية، حيث ترتبط أسعار الصرف بالحوالات أكثر منها بالنقد. تدقيق وإيقاف الحوالات من قبل الفيدرال هي مؤشرات على أن فعاليات البنك المركزي العراقي أصبحت غير موثوقة وتحيطها الشبهات، وأن حوالات المزاد أصبحت تحت المراقبة الشديدة. علاقة عدم الثقة هذه لم يصلها البنك المركزي طيلة 20 سنة مضت. مختصون يتساءلون: هل هناك مساءلة وتدقيق لما وصلت إليه الأمور في البنك المركزي العراقي؟ وهل يدرك المسؤولون حجم الضرر الذي سيلحق بالمواطنين نتيجة ارتفاع أسعار الصرف؟ ولماذا لا يتم وضع حد للتلاعب بمزاد العملة لصالح مصارف مدعومة من أحزاب متنفذة، بعضها متهم بتحويل 6 مليارات دولار في عام واحد؟ الدينار العراقي يستغيث، ولا إجراءات ملموسة لمنع الانهيار الذي قد يشابه انهيار بنك لبنان إذ لم يتم تدارك الأمر قبل فوات الأوان.